ومجرد ما سمع العرض تواصل مع صديقه تسويشي كويكي الرئيس السابق لشركة ويسترن ديجيتال جابان، وهي شركة عالمية رائدة في تخزين البيانات. حكوا له الموضوع كله، وبعدها بدأ الاتنين يجمعوا فريق من خبراء الصناعة اليابانية، ونسق كويكي اجتماع مع رئيس الوزراء الياباني وقتها تشينزو آبي عشان يعرض عليه المشروع إنشاء شركة يابانية عالمية لأشباه الموصلات لتغيير شكل الصناعة في المستقبل. وبعد اجتماعات مكثفة وصلت ل 138 اجتماع على زوم شارك فيها كبار خبراء أشباه الموصلات اليابانيين في العالم كله. طلعوا من الاجتماعات دي بخارطة الطريق لأكثر المشاريع طموحا في تاريخ اليابان من أكثر من نص قرن في واحدة من أعقد الصناعات في العالم. وانتهت خارطة الطريق دي بتأسيس شركة وسموها رابيدوس. الشركة دي اتأسست في طوكيو في أغسطس 2022 وتحت إدارة كويكي وإيجاشي. اسم رابيدوس مشتق من الكلمة اللاتينية بمعنى رابيد أو سريع، واللي بيعكس التزام الشركة بتطوير قدرات أشباه الموصلات اليابانية بشكل سريع. الحكومة اليابانية قدمت دعم كبير لرابيدوس يوصل ل 920 مليار